من ال71 اجوا يعني الاهلي رادوا تسفيرهم قالوا لي ما عندك شهاده جنسيه؟ قال انا رجال كاسب لا موظف لا ابد، عندي جنسيه 34 وسجلي على الغرب عماره احنا وسكننا الكوت وعندي جهال 6. قالوا له طلع شهاده جنسيه، ظل يراجع عماره على الغربي. قال له تعطيني وحده من بناتك اعطيك جنسيه عراقيه، ما تعطيني اكتبك تبعه. قال له لو توديني لمشنقه انا ما اعطيك وحده واعطيها خدامه، الواحد بالامن مثلك يتساوم علي على جنسيه وانا عراقي. كتبه تبعه صعد ونزل. اجى ذاك اليوم قالوا لا بعد تسفير. احنا طحوينا حزونا بالامن الجهال، وامي حامل نص حمل يعني تقريبا 4 أشهر، صار عندها من الخوف نزف. غراضنا بيعوها بطقه ونص، يعني ابو 3 دنانير انباع بدرهم. العالم شلون مال فرهوده على ابو اللي يظل وراكم بيعوهن. لو ما كملنا غراضنا بعنا غراضنا خلونا بالامن، احنا بصفحه وابونا بصفحه. ابونا سفروه واحنا طلعونا كفاله لخاطر امي يعني تخربطت واطفال صغار، يعني انا اكبر وحده يعني عمرها 13 14 وانا مواليد 60، واختي 57 واختي الثالثه 63 وجرت الولد هم اقل من اختي الثالثه، هم 3 ولد و3 بنات احنا وامنا بقينا لا غراض لا ابد. و2 سنين ونص ابوي بايران.